معه اهتزت قلوب الملايين من المغاربة. تحركت الدولة وأطلقت الوعود، ورصدت ميزانيات ضخمة ضمن برنامج يمتد لسنوات بقيمة 120 مليار درهم، ما يعادل 12 مليار دولار، لتدبير آثار الكارثة وإعادة بناء ما تهدم. كان وعدا بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر التي وجدت نفسها في العرب. لكن اليوم ونحن في منتصف عام 2025 بعد مرور أكثر من عام ونصف، هذا هو الواقع. هذه ليست مجرد قصة عن كارثة طبيعية، بل هي تحقيق الميداني في كارثة من صنع الإنسان، كارثة البيروقراطية والوعود الضائعة والكرامة المهدورة. هذا تحقيق يكشف كيف حول التقصير الإداري ضحايا الزلزال إلى رهائن للمعاناة. سؤال واحد نطرحه اليوم من قلب جبل الحوس: أين ذهبت المليارات؟ وأين اختفت الوعود؟ المأوى المؤقت هكذا وصفوه، لكن المؤقت امتد ليصبح عامين تقريبا، عامان من الصقيع القارس في الشتاء والحر اللاهب في الصيف، عامان تحولت فيهما الخيام إلى سجون هشة تزداد اهتراء مع كل يوم يمضي. الأرقام الرسمية الصادرة في يوليوز 2025 تتحدث عن شبه انتهاء للأزمة وعن بقاء 47 خيمة فقط. لكن هنا على الأرض الحقيقة تبدو مختلفة تماما. هذه القصة ليست استثناء، إنها القاعدة هنا. بينما تتحدث الحكومة عن قرب انتهاء أزمة الخيام، تكشف شهادات المتضررين أن الرقم الرسمي قد ينطبق على دوار واحد وليس على كل المناطق المتضررة. المشكلة لم تعد فقط تأخر البناء، بل في انعدام الثقة بين المواطن والدولة. إذا كانت الحياة في الخيام فصلا من المعاناة، فإن محاولة الخروج منها تفتح أبواب جحيم من نوع آخر. عملية إعادة الإعمار التي وعدت بالسرعة والفعالية تحولت إلى مستنقع من التعقيدات. الحكومة تعلن بفخر عن استكمال برنامج بناء وتأهيل أكثر من 46 ألف مسكن، أرقام تبدو مبشرة، لكنها تخفي وراءها قصصا مؤلمة. تقارير حقوقية ميدانية تتحدث عن إقصاء أسر متضررة، عديدة من قوائم الدعم لأسباب غير واضحة. هذا الشعور بالإقصاء ليس وهما، إنه نتيجة مباشرة لما وصفته فعالية مدنية بخروقات شابت عملية الإحصاء، حيث اشتكى البعض من استفادة غير المستحقين على حساب أسر منكوبة بالفعل. وفوق مأساة الإقصاء ظهرت مأساة أخرى: النصب والاحتيال. مع صرف الدفعات الدعم الأولى ظهر مقاولون وهميون استغلوا حاجة الناس وضعف الرقابة، وهنا يبلغ العبث ذروته. في الوقت الذي يكافح فيه مواطنون للحصول على سقف يأويهم، تسير البلاد بسرعة في اتجاهات أخرى مختلفة تماما. مشاريع ضخمة، ملاعب بمعايير عالمية استعدادا لكأس العالم، وبنى تحتية بمليارات الدراهم. لا أحد يعارض تطور البلاد، لكن السؤال الذي يطرحه كل متضرر هنا هو سؤال الأولويات. وكما قالت البرلمانية فاطمة التامني: نحن نتحدث اليوم عن بناء ملاعب رياضية بمواصفات عالمية وعن أكبر ملعب في العالم، بينما يعيش ضحايا الزلزال في الخيام. لا يوجد توازن في الأولويات. كيف يمكن قبول أن نرى ضحايا الزلزال يعيشون في الخيام بعد مرور 18 شهرا؟ هذا يدل على التقاعس. هذا التناقض الصارخ هو ما يغذي الشعور بالغضب. الموارد المالية موجودة بين صندوق التضامن وميزانية الدولة، إذن أين تكمن المشكلة؟ الجواب كما تشير إليه تقارير الحقوقية والمعارضة يكمن في سوء التدبير، غياب الشفافية، والبيروقراطية القاتلة التي تعرقل تنفيذ التوجيهات الملكية التي شددت على السرعة والفعالية. لقد تحولت عملية الإعمار إلى قضية إدارية باردة بدل أن تكون مهمة إنسانية عاجلة. أكثر من عام ونصف مر على الزلزال. الجرح في الحجر ربما يندمل ببطء، لكن الجرح في نفوس الناس هنا يزداد عمقا كل يوم. جرح الشعور بالتهميش والغضب من الوعود التي لم تتحقق، والألم من رؤية الكرامة الإنسانية تهدر في انتظار ورقة إدارية أو دفعة مالية تأخرت. المسؤولية هي وجه تلك السيدة المسنة التي ترتعد من البرد، هي قلق ذلك الأب على مستقبل أطفاله، هي إحباط ذلك الشاب الذي يشعر أنه أقصي من حقه. الحكومة تقول أنها تعمل على تسريع الوتيرة أو أنها أنشأت خلايا لمعالجة الشكاوى، لكن الواقع يثبت أن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى من هم في أمس الحاجة إليها. القضية اليوم تتجاوز بناء الجدران، إنها تتعلق بإعادة بناء الثقة، ثقة مواطن في دولته
السؤال الأخير ليس موجها للمسؤولين فقط، بل لكل مغربي. إلى متى سنقبل بأن يبقى إخواننا وأخواتنا في الحوز رهائن الزلزال؟ إلى متى ستبقى معاناتهم مجرد قصص عابرة في نشرات الأخبار؟ صوتهم يجب أن يسمع، معاناتهم يجب أن تنتهي.